السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض القراص الفلاحي بطريقة حلوة قوي، وطبعا الطريقة بالتفصيل موجودة على القناة، ادخلوا شوفوها. اول حاجة المقادير بتاعتنا: عندنا كيلو من الدقيق، ضفت عليه نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ظرف كده من الفانيليا، وعندي نص كوباية من الزيت ونص كوباية من السمنة. وعندي هنا في المج بتاعنا ضفت عندي معلقتين كبار من السكر، عليهم مكعب من الخميرة وممكن معلقتين كبار من الخميرة الفورية، وضفت عليهم لبن كده وقلبتهم مع بعض. وهنبدأ هنا بقى ننزل بالسمنة بتاعتنا على الدقيق ونبسهم مع بعض كويس قوي لحد ما كل حبة الدقيق تتغلف بالسمنة كويس. وبعدين هنبدأ بقى ننزل بالحليب بتاعنا ونعجن كده لحد ما يتكون عندنا عجينة طرية كده زي ما انتم شايفين. هنسيبها ترتاح وبعدين نبدأ نكورها كور، حاول الى حد ما يكون حجمها متساوي. وبعدين نبدأ نشكلها بقى ونسيب فيها سمك شوية كده زي ما انتم شايفين، وبعدين نضيفها في الصواني بتاعتنا. ما نضيفش فيها سمنة ولا اي حاجة، هي فيها المادة الدهنية. وبعدين هنبدأ بقى نسويها في فرن كده على درجة حرارة 180. هتاخد معاكم ما شاء الله لون حلو قوي، وهتطلع بالقوام الجميل ده. جربوها بجد وبألف هنا.